قبل ما ابدا الفيلم انا عايزك تركز معايا قوي عشان الفيلم مليان احداث بعيده عن بعضها وشخصيات كتيره شويتين. وتاني حاجه انا عايزك تصلي على النبي ويلا بينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم سنه 2012 مع مجموعه من الطيارين المصريين الابطال واللي بيكونوا رايحين يوقفوا عمليه نقل سلاح لجماعه داعش في ليبيا. وفعلا بيشوفوا العربيات طالعه من تحت الارض. وقتها سياده اللواء بيقول لهم انا عايز العربيات دي تبقى خرده بالسلاح اللي عليه. وفعلا بينزلوا فوقها بالصواريخ وبيقدروا انهم يدمروه وحرفيا مش بيخلوا في عربيه سليمه لحد ما التكفيري ده بيمسك الار بي جي وبيضرب طياره منه. اللواء بيقول للطياره الثانيه ترجع المعسكر، لكن الضابط بيقول له مش هرجع يا فندم. قال له ده امر مباشر يا حضره الضابط، احنا عمرنا ما بنسيب رجالتنا. وفعلا رجالتنا بتقع على الارض والطياره بتتدمر خالص. بس الحمد لله الرجاله بتاعتنا بتكون لسه عايشه. بينزلوا من الطياره وبيبعدوا عنها شويه وقتها بتنفجر وبيروحوا يستخبوا ورا العربيه دي. وشويه من جماعه داعش بيضربوا عليهم نار، بيردوا الضرب عليهم وبيقدروا انهم يموتوا عدد كبير منهم لحد ما خلاص جماعه داعش بتكتر وبيكونوا هيموتوه. الضابط ده قال لصاحبه مش هياخدوا مننا حد ولا هياخدوا شهداء. وفعلا الطيارات المصريه بتيجي تغربل العربيات بتاعتهم وبينزل منها فريق طبي يلحق المصابين، لكن واحد فيهم بس اللي بيبقى عايش والضابط التاني بيستشهد هناك. الله يرحمه ويرحم شهداء الوطن اجمعين. وبنيجي على السفينه دي وسط المحيط الهادي واللي بيكون عليها علي المصري، وده يبقى مهرب قاعد في ليبيا بقاله 4 سنين وعنده شركه هناك بيهرب اي حاجه عن طريق البحر. وده يبقى المساعد بتاعه، والمره دي بيكون مهرب الراجل ده هو والستات اللي معاه. خليه هنا دلوقتي عشان هنعرفه بعدين. وده سواق بيكون واخد ال7 شباب دول نقلهم من ليبيا لمصر ايام ما كان كل المصريين بيطلعوا كلهم على ليبيا عشان يشتغل، بس بيطلع عامل لهم كمين واخدهم لجماعه داعش عشان كلهم مسيحيين. ده بقى الشيخ اسعد الحمراوي امير المؤمنين في ديرنا وقائد جماعه داعش، واللي جنبه ده عثمان العقرب دراعه اليمين واخو مراته. بيقول له ان السلاح اللي كان جاي لهم اتضرب كله بالطيارات وكل الاخوه استشهدوا. قال له احياء عند ربهم يرزقون، الله يفتح عليك يا مولانا. ودي تبقى الست هند مرات الامير اسعد الحمراوي وست المجاهدين في ديرنا. بيكونوا واخدين الستات دي اسيرات من دول مختلفه، وبتقول لهم انا مش هتكلم كتير عن دور الست المسلمه في حياه الراجل، انتوا هنا لاسعاد وامتاع الاخوه المجاهدين. الله يفتح عليك. بكره كل واحده فيكم هتعرف اسم جوزها ومده الجواز وبتسيبهم وتمشي. وده يبقى عم محمد راجل مصري عايش في ليبيا وهو المسؤول عن الشباب اللي بيسافروا ويشتغلوا هناك. بيزعق مع طرادلس عشان ساب البيت وخرج وبيقول له يا ابني الدنيا دلوقتي لبش بعد اللي حصل، وبياخدوا ويطلعوا على البيت. بيزعق معاهم كلهم وبيقول لهم محدش يخرج غير باذني، انتوا هنا مسؤوليتي ولو حصل لكم حاجه انا مش هسامح نفسي ابدا. ده لان كلهم مسيحيين والامير اسعد لسه ماسك اخواتهم على الطريق. كلهم بيتجمعوا يكتبوا جوابات عشان يبعتوها لاهاليهم في مصر، وفعلا بيكتبوا جوابات وبيبعتوها مع السواق. ودي تبقى خديجه عبيد صحفيه وعايشه في ليبيا، بتروح تعمل تحقيق صحفي مع الست دي. وهناك بتقابل علي بيفضل يهزر معاها شويه وبيقول لها تعالي اوصلك. وبنعرف انهم يعرفوا بعض بقالهم كتير. المساعد بتاع علي بيكون قاعد مع اكبر قبائل في ليبيا وبيتفق معاهم على شغل. وقتها علي بيجي يتكلم معاهم، بس ابن شيخ القبيله مش بيكون عايز الاتفاق ده يخلص وبيقول على علي نصاب. وقتها علي بيقول له انا مش نصاب، انت اللي عايز تبوظ القعده عشان تلحق الميعاد بتاعك. تحب اقول لك الميعاد فين؟ وعلي بيتفق مع شيخ القبيله عشان يهرب له اكل ياكل بيه الناس بتاعته. وبنيجي للامير اسعد واللي بيكون قاعد وسط الولايه بتاعته في ديرنا وبيكون مبسوط جدا عشان الجيش بتاعه كل مدى بيقوى اكتر واكتر. لحد ما بيجي العرب وبيقول له ان هم مسكوا 7 مسيحيين. قال له جنسيتهم ايه؟ قال له مصريين. قال له احسن ضيافتهم كويس وخلي بالك منهم لحد ما اقول لك التعليمات. قال له في حاجه كمان يا مولانا، في واحد مصري عايش في ليبيا بقاله 4 سنين اسمه علي، صاحب شركه خدمات بتروليه بيشتغل مع كل الجماعات والقبائل، بس محدش لحد دلوقتي يعرف ولاؤه لمين. احنا عملنا تحرياتنا وده انسب واحد يطلع لنا البترول بتاعنا بره البلد. قال له بس لازم نطمن له الاول ولا ايه؟ قال له طبعا يا سيدنا. وبيعرفوا ان في صحفيه اسمها خديجه عبيد بتنخور وراهم. قال له خديجه عبيد انت واثق من الاسم ده؟ انا عايزك تجيب لي الست دي في اسرع وقت ومن غير ما حد يلمسها. علي بيكون ماشي في الطريق بينضرب عليه نار والعربيات دي بتطلع عليه. بياخدوه للمكان ده وبيسالوه على اسمه وشغله وايه علاقته بالجماعات الاسلاميه. قال له انا ماليش علاقه بحد فيهم. من الاخر كده مش بيعرفوا ياخدوا منه حق ولا باطل. وقتها بيضربوه وبياخدوه يدفنوه تحت الارض. والراجل ده بيرفع عليه السلاح وبيضرب طلقه جنب دماغه. بيكون خلاص هيموته، بس العرب بيجي هو وابن شيخ القبيله وبنعرف انهم كانوا بيختبروه وبيشوفوه تبع مين. العرب بيتكلم مع علي وبيعرفوا على اسمه وبيقول له انه عايزه في مصلحه تبع شغل. وفعلا علي بيتفق معاه وبياخده عشان يقابل الامير. بيتعرف على الامير وقتها الامير بيقول له تعالى نخش في الموضوع على طول، احنا عايزينك تخرج لنا بترول بره البلد وتجيب لنا فيه سعر كويس. والعرب قال له اخ علي انت تعرف ايه هي عقوبه الخيانه في الاسلام؟ قال له والله عندنا في الاسلام عقوبه الخاين القتل، انتوا عندكم ايه الاخبار؟ اداله واحده القاضيه ممكن. الامير بيضحك وبيقول له انت صح يا اخ علي، عقوبه الخيانه هي القتل. قال له هخرج لك الحاجه بتاعتك بس هاخد 25% من كل عمليه. وبيتفقوا مع بعض. خديجه بقى الرجاله دي بتطلع تجري وراها، بس هي بتعرف تخلع منهم. وبترجع البيت بتلاقي علي قاعد مع ابنها، بتشكره جدا وبتقول له انه من يوم ما جوزها مات وهي قاعده لوحدها، وبتشكره تاني انه واخد باله منها ومن ابنها. علي بيمشي من هنا والراجل ده بيجي يتكلم معاها. وقتها بتحكي له على الرجاله اللي كانت بتجري وراها. قال لها ممكن يكون ابو اسعد حن لذكرياتكم مع بعض. بتزعق معاه وبتقول له جوزي اسمه اسعد وده مات
ماتت من زمان، وبنعرف انها كانت مرات الامير قبل ما يكون امير جماعه داعش. علي بيعمل اول عمليه لداعش وبيجيب لهم ذهب مكان البترول، بياخدوا الذهب ويمشوا من هناك، وقتها بنعرف ان علي حاطط لهم جهاز تعقب في الذهب ده عشان يعرف مكان بيت المال بتاعهم. بيروح عندهم الولايه، وهناك بيشوف خديجه داخله في عربيه، بيتصدم من اللي شافه، وفعلا بتكون رايحه للامير. بيفضل يتكلم معاها شويه وبيقول لها انه عايز يرجع لها، لكنها بتكون رافضه الفكره اساسا لحد ما هند بتخش عليهم. الامير بيزعق معاها عشان دخلت عليه من غير استئذان، وبيخرج يتكلم مع العقرب. بيعرفوا ان علي خرج اول شحنه بترول بره البلد. وقتها بيستغرب ان عمل كده بسرعه جدا، بس بيساله على السبع مسيحيين اللي مسكوهم قبل كده، وقال له العدد ده مش كفايه، انا عايزك تضاعف لي العدد ده مرتين. الشباب المسيحيين اللي عند محمد بيكونوا فرحانين وبيحتفلوا بصاحبهم اللي هيتجوز قريب، بس مره واحده العرب بيجي هو ورجالته وبيقول للعم محمد انا عايز وثائق كل اللي شغالين عندك، وبيقدر انه يمسك الشباب المسايحه ويوقعهم على الارض. وعلى الناحيه الثانيه اهاليهم بيكونوا بيقروا الجوابات اللي بعتوها، وبيقولوا لهم في الجوابات انهم مبسوطين جدا. داعش بياخدوهم ويمشوا من هناك، وبنيجي في قصر الاتحاديه في مصر، وبنعرف ان الرئيس اصدر قرار ان الشباب دي لازم ترجع البلد. وفعلا بيوصل رساله لعلي هناك، وقتها بيروح المكان ده ياخد منه شريحه، وبيروح يتكلم مع المخابرات الحربيه في مصر، بيعرفهم بكل المعلومات اللي وصل لها خلال الفتره اللي قضاها هناك. وهم بيقولوا له انه لازم يرجع الشباب اللي اتخطف. بس الضابط ده بيقول لهم احنا ازاي نثق في واحد زي علي ده؟ قال له علي يبقى ابن اللواء احمد المصري، يبقى ضابط في القوات الخاصه، ثبته واهله وراح فتح شركه في ليبيا عشان يقدر يخش جوه جماعه داعش. ومش بس كده، ده قدر انه يساعدنا في عمليات كتيره جدا، وحرر رهاين اكتر وهو هناك. وكده عرفنا علي يبقى تبع مين. الامير اسعد بيفضل يرش ميه على الشباب اللي ماسكهم، وبيروح يحسسهم بالفرق اللي بينهم، وبيقول لهم ان انتوا مش مننا. على الناحيه الثانيه علي بيروح عند عم محمد عشان يشوف الشباب. وقتها عم محمد قال له ان جماعه داعش خطفوهم، ابوس ايدك خدني معاك، انا هربت من بلدي عشان ما خدتش بالطار، وحاليا لو ما رجعتش العيال دي هعيش طول عمري مكسور. قال له بتعرف تسوق؟ قال له ايوه. قال له بتعرف تمسك سلاح؟ قال له انا خدمت في الجيش 3 سنين. وقتها بياخدوا معاه. المخابرات الحربيه في مصر بتتفق مع الجيش الليبي انهم يحرروا الرهاين مع بعض، وفعلا بيقتحموا ولايه درنا في ليبيا، وبيبداوا يضربوا عليهم نار. الدبابات بتخش والضرب بيكون نازل فوق دماغهم، كلهم بيضربوا في بعض. وعلي بيوصل هناك، بيخش مع الدبابات وبيفضل يضرب نار عليهم، بيموت اللي يقدر عليه لحد ما بيخش المكان ده. وقتها بيلاقي خديجه والستات دي محبوسين جوه. بتقول له ان اسعد خد الشباب المسيحيين ومشي من هنا. قال لها لازم نخرج من هنا. قالت له خرجهم هم، انا لازم افضل هنا. بيديها التليفون ده، بتقول له ايه ده؟ قال لها ده تذكره خروج. علي بياخد البنات يركبهم مع عم محمد، وبيقول له ابعدهم من هنا على قد ما تقدر، الشباب مش موجوده جوه. وبنيجي لاسعد وهو واقف في الخيمه دي على البحر، والراجل ده بيقول له كل حاجه جاهزه يا مولانا. هندي بتيجي وبتقول له بلاش تعمل اللي في دماغك ده. قال لها بلاش ايه؟ بلاش انفذ شرع الله في الكفار دول. قالت له انا بقول لك بلاش، هتفتح على نفسك ابواب جهنم. بيزعق معاها وبيقول لها ترجع على بيتها وما تخرجش غير باذن. وابن الكلب ده بيجيب اخواتنا المسيحيين على الشط وبيصورهم فيديو، وبيخلي رجالته تخلص عليهم بابشع طريقه شفناها في حياتنا. وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل جماعه داعش. الفيديو بينتشر في العالم كله، والحسره بتكون في قلوب كل المصريين سواء من الشعب او من الجيش. وللاسف امهات الشباب بتشوف الفيديو على شاشه التلفزيون. وعلى فكره يا جماعه انا شفت الفيديو ده وانا صغير، وبجد ما كنتش فاهم حاجه وقتها. الضابط ده بيجي يكلم القائد بتاعه، وبيقول له انهم وصلوا لاماكن التنظيمات الارهابيه في ليبيا. قال له جهز لي تقرير بسرعه، الرئيس لازم يتخذ اجراء مصيري، لازم العالم كله يعرف ان البلد دي لها اصحاب. وفعلا الرئيس بيصدر قرار بقصف جوي على كل اماكن داعش في ليبيا، كل عمود خرسانه عليه علم داعش يدك، كل ارهابي عليه نقطه دم مصري ما يطلعش عليه صبح، حق ال21 يرجع. وبيقول لهم بلغوا علي ياكد مكان اسعد باي ثمن. وفعلا الطيارين بيبداوا يجهزوا نفسهم للمهمه دي، وحرفيا كل الطيارين بيتخانقوا على اللي يطلع المأموريه دي. وبيكون معانا اسر ياسين واحمد فهمي واحمد حاتم، كلهم قايمين بادوار ضباط مصريين ابطال. لو اعرف اسماء الطيارين الحقيقيه كنت قلتها يا اخواتي. العرب بيجي له تليفون وبيقول للامير بيت المال بيتعرض للسرقه. قال له اطلع على هناك بسرعه. قال له لا، ممكن يكون كمين، وبيطلعوا على المكان الامن ليه. خديجه وهند بيكونوا مع بعض في الولايه وبيتكلموا مع بعض شويه، وخديجه بتطلع التليفون تكلم علي، وفعلا بيجي يلحقها ويخرجها من هناك. الامير بيوصل للمقر الامن بتاعه، وبيقول للعرب انت المسؤول قدامي، الحاجه اللي اتسرقت من بيت المال ترجع قبل اذان الفجر. الطيارين كلهم بيجهزوا، واللواء بيقول لهم كلمه قبل ما يتحركوا، بيقول لهم دي اول ضربه جويه خارج الحدود، وده شرف لاي طيار يقوم بيها. انك تجيب حق بلدك ده شرف عظيم، وواجب ندفع فيه حياتنا كلها. سياده الرئيس اصدر امر بقصف جماعه داعش في ليبيا وتصفيه كل الارهابيين قبل الفجر، كل ده يكون خلصان. انا عارف انه صعب، بس انا واثق في ربنا عز وجل انكم هتجيبوا حق اخواتكم وترجعوا ابطال. عرفوا العالم كله ان مصر وولادها ودمهم وحدودهم خط احمر. الطيارات بتبدا تتحرك من المطار الجوي، وعلي بيروح لشيخ القبيله وبيقول له ان ابنك باعني لداعش قبل كده، وانا ليا عندك طلب، انا عايزه يعمل نفس اللي عمله تاني. وفعلا العقرب بيوصل هناك هو ورجالته، وبيحاوط علي، وبيقدر انهم ياخدوه من هناك يقابل الامير. بيربطه هناك وبيقول له فين الفلوس؟ قال له مفيش فلوس. قال له انا هعمل معاك اتفاق، قول لي مكان خديجه والفلوس وانا مش هقتلك. قال له المشكله ان اللي زيك هم اللي بيخافوا من الموت، عشان كده بيهددوا بيه، انما اللي زي بيعزم
بيعزم الموت كل يوم عنده في البيت وبيفضل مستنيه، بس هو اللي ما بيجيش. وقتها بيخبطوا على دماغه وبيسيبه ويمشي، وبيطلع علي اللي عامل كل ده عشان يعرف مكان الامير. بيفوق وبيضرب الراجل ده وبيطلع يخرج من هناك. بيلاقي المقر السري فوق مستشفى في ليبيا. وقتها بيروح لظابط ليبي ويقول له المقر السري فوق مستشفى، كل اللي احنا عايزينه منك انك تخلي المستشفى وانا واللي جايين هنقوم بالباقي. هند بتيجي تزعق مع اسعد وبتقول له انت للدرجات الفلوس عمتك، لكنه بيكون اتخانق منها وبيضربها بالقلم. وعلي بيكلم الجماعه في مصر وبيقول لهم على مكان المعسكر السري بتاعه وان تم اخلاء المدنيين من هناك. قال له اسعد والعرب في المكان. قال له هنزل واتاكد بنفسي يا فندم. الطيارات بتاعتنا بتضرب المقرات بتاعت داعش في ليبيا كلها ومش بيكون ناقص غير المكان اللي فيه اسعد. علي بينزل يضرب الرجاله اللي تحت وبتقوم بينهم معركه بسيطه كده. بيخلص على كل الرجاله اللي هناك وبيلاقي اسعد خارج ورافع السلاح على هند مراته. علي قال له انت بتتحمى في الستات؟ قال له انا بتحمى في الستات. هند بتقول له اقتله يا علي، لكنه بيضربها بالنار في دماغها وبيضرب علي طلقه وعلي بيضربه طلقه. وقتها علي بيكلم الجماعه وبيقول لهم انا خليت المكان يا فندم، ابدا القصف. بيتشاهد وبيخلع من هناك والطيارات بتدك المكان فوق دماغ اصحابه وحرفيا بيقدروا يدمروه حته حته. وقتها بتترفع الاحتفالات في مصر كلها وكل القيادات بتكون مبسوطه انهم جابوا حق اولادنا. الطيارات بترجع تاني ارضنا والاهالي كلهم بيكونوا فرحانين. اما العقرب بقى فبيكونوا مسكوه ورجعوه مصر حي. وكده اقدر اقول لك ان الفيلم خلص، ومش عايز منك غير انك تدعي لاخواتنا وشهدائنا بالرحمه، عشان بجد الناس دي تستاهل انك تدعي لهم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا احلى اخوات.